أعود معكم أصدقائي المشاهدين، صديقتي المشاهدات عبر العالم، إلى أحداث ومستجدات المرحلة الثانية لمباراة الوداد الرياضي البيضاوي الذي يستضيف نادي مانياما يونيون الكونغولي على فضاء ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في ثالث جولات دوري المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي أو ما تسمى بكأس الكونفدرالية الإفريقية توتال إنرجيز 2026. أكيد الوداد ومانياما برصيد 6 نقاط حاليا بعد التعادل في الجولة الأولى. الوداد الرياضي البيضاوي الذي يبحث على تحقيق النقاط 3 وكذلك العلامة الكاملة والوصول إلى عداد 9 نقاط، وكذلك الاقتراب أكثر نحو التأهل إلى الدور الربع نهائي من مسابقة لاكاف كونفدريشن كاب 2026 والمنافسة على اللقب بطبيعة الحال. أكيد معكم الإعلامي عبد السلام عيدن، وعلى قنوات عالمية بجودات ال HD وكذلك ال 4K. في لحظات وبعد قليل سوف تنطلق المرحلة الثانية من عمر اللقاء.